الطيبون انتم والطيبات موجودات هنا في المغرب. كان بغيت تعرسوا يلا، ترى في المغرب كل واحد شايب منكم اعطيه حرمه بنت 14 حتى. راه ما يمكنش نقولها خانوا التعبير، ما يمكنش. سلام يوتيوب، بغيت ندير لكم ديك سلام يوتيوب واي وصراحه درتها مي حسيت بلي الموضوع ماشي بداك الانرجي وداك الطاقه ديال الحماس اللي غنهضروا، ماشي شي موضوع محمس وزوين اللي غنهضروا عليه. موضوع بالنسبه ليا ما فيه ما يتشاف، من احقر المواضيع ديجا كنهضرت عليهم قبل ما يكون دابا في السوشيال ميديا في الستريم ديالي دوينا عليه، ولكن دابا عاوتاني وقعوا احداث لا خلينا نهضروا على هذا الموضوع. بسم الله. خليجي يدعو لاخذ قاصرات مغربيه ذات 14 سنه. نشوفوا شنو قال هذا. الاعزاء واخواني الطيبون والطيبات، الطيبون انتم والطيبات موجودات هنا في المغرب. كان بغيت تعرسوا يلا، ترى في ما قال المغرب حد ما قال والو، الحمد لله شكرنا. زيد كل واحد شايب منكم اعطيه حرمه بنت 14 حتى على صدره لو والله ما يتم. فهمت وما فهمتش. قال لي كل واحد شايب فيكم، كل شارف فيكم عنده بنت حرمه. دابا امراه بنت اسمها حرمه، امراه ب 14 13 سنه. جلطه ولا واش شريعه قالها ولا جاب لي الله؟ كل واحد شايب منكم شايب اعطيه فيكم حرمه بنت 14 حتى على صدره لو والله ما يتم. 14 سنه. فهمت شنو قال من بعد؟ جلطه ولا شريعه الله فكه. الجلطه هي اللي غادي نجيبوها لك المغاربه كاملين والمغربيات. ضغط ولا سكر، كله بخير وعافيه الحمد لله. هو انت غتعطيها غادي شوف قاص 17 عام بلا ما اصلا نفكروا في هذه الفكره الزواج، وبنت 18 عام 19 عام 20 عام 30 عام شارف بحالك شيباني غتجيب ليها انت سكته قلبيه، انت هي غتعيش وهذا راه انت اللي غتجيب ليها الجلطه ماشي هي اللي غتجيبها لك. تفو على الناس. شوف الجو اصلا، كيف الجو؟ سيب لك واحده مني فتفوته وانت والخير رباعه. الجو كنت سكوته والله لا هذاك الجو نتوما اللي غادي تخرجوا عليه نقول شي مصيبه. والله الا خليو شي جو، خليو شي جو نشوفوا حنا التعاليق. ما قالش غلط، قال يبي يعرس يعني يتزوج، اين مشكله في ما قال حتى حاجه غلط، غير قال غيعرس ب 14 عام. بنت 14 عام 14 سنه من 14 عام شنو كنت كندير؟ كنلعب الحبل لاستيك نقض افتحي يا ورده اغلاقي يا ورده افتحي يا ورده، وبقى كنكتشف راسي كاين اشياء اخرى باقا ما تكونوش فيا ديال فورمه المراه. لا تظلم الرجل قصده تشجيع على الزواج حبسي الله يلا. شوفوا هذا الموضوع اقسم بالله يلا كنت كنديباطي فيه داك النهار مع صديقاتي واصدقائي خارج ستريم، كنا هضرنا على هاد المواضيع ديال مغتصبين الاطفال. اي واحد في هاد العصر، في هاد العصر اللي عايشين فيه حنا، بالعلم اللي عندنا حنا دابا، بالتغير الزمني، كاين فرق بين الثقافه والدين و ما نقول شي حاجه غيقول لك ولا ماشي بحال هكا. في العصر اللي حنايا فيه دابا ما بقاش البنت كتزوج قل من 18 عام 16 عام و 18 13 20 عام باقا ما بغاش تزوج، وماشي اكسبايرد وماشي لا، اطفال قل من 18 عام 17 18 17 16 15 17 هذو 17 16 كيجيوني مراهقين 15 14 13 وانت هابط اطفال دراري وبنات باقين يلا في سن البلوغ، يلا كيكتشفوا الحياه، يلا كيتعلموا، ما كنمشيوش ليهم ما كنقربوش ليهم. انا بديت كنكتشف هاد الشيباني شنو قال لك شي وحده صغيره 14 عام باش تحيد لها السكر. اوف كورس انت شارف هارف لا قرايه لا رعايه، شوف تسنانو خامجين تسنان ما عندوش حالته حاله بين الدوش ما كيعرفش يقرب للدوش. اوف كورس غادي تحقر على بنت 14 عام، انت اللي غتشرفها. زائد في الحوار اللي كنا كنتناقشوا مع ناس متدينين وكيعرفوا بينهم الله وكيعرفوا الحلال والحرام وكل شيء، تفاهمنا واتفقنا في هذا الوقت هذا اللي كيمشي البنات الصغار خصوصا كيكون هادشي في الدراري في الذكور، ما غاديش نقول الرجال، واخا يكون عنده 50 عام. هذاك عندنا واحد الجمله شهيره حنا حتى في المغاربه، راه دابا حنا هذا لحقاش جا من على برا، حنا ضروري خصنا نزيدو نقصحوا معاه. اما حنا انا ملي كنت صغيره كنت كنسمع نتزوج بها صغيره باش نكبرها على يدي. توصيه البنات الدراري اللي تسمعوا منه هاد الجمله نتزوج بها صغيره باش نربيها على يدي،
تزوج بها بنت 14 عام و15 عام، قل من 18 عام باش تعيش انت الحياه. اتونسيون اتونسيون اتونسيون، هرب. علاش؟ لاسباب كيكونوا فسيولوجيه، بلا ما نقلل الادب ديالي، واللي فاهم يفهم. كيكونوا قدرات اللي كيكونوا عند الشباب سمح لنا موسى، اللي كيكونوا عند الشباب في العشرينات، في الثلاثينات. كتفوت نص الثلاثينات الربعينات كتبدا خصنا ما كنتش كدير الرياضه، كتعمل داك المهارات، داك القدرات الفيزيولوجيه، خصوصا عند الراجل كيعملوا فوت. انا ونقدر نكون غلطه، كيبان لي في الراي ديالي الايج جاب ما خاصهاش تكون كبيره بزاف. انا كنظن بين ماشي مهم المراه تكون كبر من الراجل ولا الراجل كبر من المراه، مي فرق عام، عامين، 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين. 5 سنين كتجيني ماكس. ممكن تكون انت تقرر راسك تكون اكثر تكون اقل. انا الدماغ ديالي وتراجلي والاصدقاء ديالي بزاف متفقين على 5 سنين، وراه ديجا بدينا كندخلوا في 10 سنين. اتس ديكيد، اتس جينيريشن كامله. هذاك اللي كنهضروا على ميلينيالز، جين زي، الفا، شنو هما هادو؟ راه دي جينيراسيون. فرق ديال جينيراسيون بين جينيراسيون عرفتي شحال د الفرق وشحال د الافكار وشحال د هذا، راه بزاف. فانا ضد الزواج قل من تحت السن القانوني، ممنوع. والايج جاب انا ضد تفوت 5 سنين. نرجعوا علاش بعض الذكور في المجتمع ديالنا دابا والشبانيين الشارفين الهارفين الفاشلين بدون احترام في هذا الجيل هذا، في هذا العصر هذا، في هذا السيستم اللي حنا فيه ديال القرايه، غاديو كيفصلوا، غاديو كنتكلخوا بزاف. ما يمكنلكش تصوت على اقل من 14 18 عام، ما يمكنلكش تسوق الطوموبيل والبيرمي في اقل من 18 عام، ما يمكنلكش تهضر ارائك السياسيه والمعتقدات ديالك وهذا الا كنتي اقل من 18 عام ولا 20 عام ولا 30 عام، لحقاش انت باقي برهوش ومراهق ولا مراهقه. موت 16 عام شراب. في الاشياء الجنسيه نجيكم من الاخر نغلفوها حنايا بالزواج وبهذا، كتعجبنا اقل من 18 عام خصوص البنات. علاش ما كنبغيوش؟ علاش المراه 99.99 قليله غتلقى 0.0 نخلي داك 0.001 ديال شي جرثومه تكون تقدر شي وحده عندها 50 عام تزوج بالطفل عنده 14 عام؟ ما شفتهاش. انا ما شفتهاش، والله الا بي دي اف فايل. انا ما شفتش مراه غاده تزوج بالطفل، لا. علاش ما شفناش مراه كبيره كتزوج في الطفل؟ حيتاش المراه قد ما كتزيد تكبر وكتشرب عقلها وكتفهم الحياه، قد ما كتكبر كتفهم الحياه، ما غتجوجش حتى براجل. صعيب، خاص فريمون يكون راجل باش تتزوج به. عاد داك غتتزوج بالطفل؟ لا. الراجل ولا الذكر اللي كيشوف في اطفال 14 عام، اطفال نتفاهموا عليها، لان حنا بقينا دابا كندويو على 18 عام، 17 عام، 16 عام، كندويو على 14 عام. انت مغتصب، واي شارف كيشوف طفله في هذا السن هذا، انت ما عندكش القدره لا الذهنيه لا العقليه لا الجسديه انك تكون مع مراه كامله. وهذاك اللي كيقول فايته 20 عام، فايته 25 عام، فايته 30 عام اكسبايرد، لحقاش انت ما عندكش الرجوله الكافيه انك تكون مع المراه اللي في قد الايج، في قد السن ومقاربه للسن ديالك، لحقاش فايقه وعايقه بك وقاده. اما لا كانت خدامه موظفه، هيهات. المحاكم كنقولوا حنا المحكمه عمرو بالطلاقات. وريني شي مراه عندها 30 عام وتزوجت من في 30 عام بعقلها واختارت مزيان والاستقلاليه ديالها وهذا، غتطلق. قليل اغلبيه اللي كيطلقوا في المحاكم بدون دراسات ما جبتهاش انايا من جيبي، مي اوبسيرفاسيون ديالي غالبا مراهقات اللي كيكونوا لي زورمون ديالهم كيتفرقعوا، اللي غسلوا ليها الدماغ ديالها ان تزوج بقى وهي برهوشه، راه انجاز في الحياه ديالها، ولا غصبوها في الطفوله ديالها وزوجوها مزز منها، فكتزوج صغيره كيغصبوها في الطفوله ديالها وفي الشباب ديالها حتى كتبدا تفهم. وغالبا كتكون والده جوج ثلاثه، كتشوف لا علاقه حميميه هي هذيك، لا عقل راقي وذكي نتناقش معاه، لا راجل كيخاف ربو، لا كيخاف لا من ربو لا ما كيخاف من الله فيا، انه يتحن فيا ويتعامل معايا وهذا. كيف قلت لكم، لا خوف من الله، لا تدين، لا رقي عقلي، لا تهلو، وغالبا مو كيفرشخها وكيجيب بندخها. فاش غتقول لك انا نطلق؟ فهاد الشراف
كيبغيو يغصبوا البنات الشباب ديالهم هو الشيباني صافي شاف الحياه والمرات الحياه وقنط من الحياه ولا هذا غنمشي نجوز وحده صغيره لان الاطفال كنكونوا ايدياليست قد ما كنزيد نكبر قد ما داك لافي بيل وبينكي لايف لافي اون غوز ديال ايديت بياف اللي كانت كتعجبني ما بقاتش سو غوز ما كنحاول نشوفهاش كحله ولكن انا عاقله في 14 عام انا اصلا باقا كنفكر في افتحي ورده وغلقي ورده وقد ما كنكبر كنشوف لافي ايبل الحياه السعيده والزواج عباره عن حب وحنان وبتصحيتي الا لقيتي الشخص المناسب وعباره عن نولد وليدات وهذا ونسافروا وهذا ونعيشوا الحياه وهكذا هي الحياه غير ملي كتزوج مراه براجل جوج بيهم شاربين عقلهم كنكونوا شركاء الراجل بغى داك اطاعه الزوج وهذا نطيعوك عاكون تستاهل الراجل راه يطاع الراجل اما الذكر كنعطيو له من راسو كنفشقوه ليه دابا انا هضرت على لابارتي الفكره الاساسيه كيفاش اصلا هذا جاي اصلا خرجت من هذه الهضره سو حنا دابا غادي نجيو لادر سايد دابا حنا هضرنا في السايد الاول اللي هو مهم عندي انايا اللي هو هذه الكلمه قراوها هذه لا باز علاش راجل في الستينات الثمانينات في هذا العصر اللي حنا فيه غيفكر بهاد الاشياء هذه ما بقاتش في الدين بلا نبقاو ندوخو علاش ما يمشيش عندها المراه هجاله كيف كنقولوا حنا بالدارجه المراه ارمله المراه مطلقه المراه عندها 10 ولاد يتكلف بهم علاش 14 عام نمشي نعيش معها الحياه دابا غادي نجيو لابارتي علاش ما يديروش في بلادو ياك حنا دين واحد ياك حنا كنا مغاربه وكنا مسلمين وهو اماراتي ولا سعودي وهذا علاش ما يمشيش الطفله سعوديه ولا طفله اماراتيه يتزوج بها راه تبارك الله ما شاء الله مدينين كثر نحن راه المغرب متفتحين من غير اخواننا السلفيين تحياتي لهم في القصيرات ويقول للناس الخليج اجيو تاخذوا القصيرات. ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء وإخواني الطيبون والطيبات الطيبون أنتم والطيبات موجودات هنا في المغرب كان بغيت تتعرسوا يلا ترى في المغرب كل واحد شايب منكم أعطيه حرمة بنت 14 حتى ما يمكنش نقولها خانوا التعبير ما يمكنش بغى يتزوج وهذا اجا الشارف عطى الله النساء اخرين شارفات نتزوجوا بهم الطيب للطيبات ماشي الله هو انت كتقول طيب الطيبات ما قالش شارفين الطفلات صدر له والله ما يتم جلطه ولا شريان الله فكه ولا ضغط ولا سكر كله بخير وعافيه ما يجيك السكر غتجيبوا ليها 14 عام شوف الجو اصلا كيف الجو خليتو شي جو واحده مني فتفوته وانت والخير رباح تخيلوا واحد المقيمه في قطر بمجرد انها قلدت القطريات وهضرت بطريقه مثيره بعد يوم واحد جاو هزوها وحطوها في المطار وقالوا لها داركم علاش حقاش ما يخليوش شي وحده تسيء لبناتهم هذا كيدير دعوه علنيه وقال لي كيقول لهم اجيو تاخذوا القاصرات هذا راه تجار صريح في البشر نورمالمون النيابه العامه خصني نبقى نهضر انا بحال هكا في الريل هذا باش نعجبهم كان خصها تفتح تحقيق ويتم ايقاف هذا الشخص راه ماشي كان خاصها دابا راه تلاح الفيديو ما نقول ما وصلهمش دابا راه ولا راي العام خاصها دير تحركوا ولكن حدود الساعه ما شفنا والو قرات التعاليق وعاد نكمل الموضوع هذا راه الدوله كتحمل المسؤوليه الدوله نقولوا مازال ما كانش اخبار يمكنش غتتبعي كل واحد حط شي فيديو هذا اما دابا الفيديو وصلنا كاملين كلنا شفناه ما يمكنش نتغاضاو عليه كيف قال في الفيديو انا ما كنخبرش هاد القضيه ديال القطريه ما القطريه ولكن المينيموم دير شي مغربي ولا شي مغربي شي حاجه في السعوديه في الامارات وفي هذا طياره لبلادك كيعملوا لك بان مستحيل تعاود ترجع ما يمكنلكش ترجع لذاك البلاد هادشي ولات شي زبله كبيره كتدخل الحبيب بيس كتربى في الحبيب بيس وغالبا غرامه في ودوز الحبيب بيس غرامه والحبيب بيس وباي باي لبلادك هما ينقيو بلاداتهم وصيفطوا لنا حنايا الشياطه ديالهم الشياطه اللي يجيو يغتصبوا لنا حنا البنات والشباب ديال المستقبل هادشي لا يعقل خاص نحافظوا ونحميو ولادنا وبناتنا راه انا قد ما كنزيد نهضر في هذه المواضيع وقد ما كنهضر في السوشيال ميديا وقد ما كنتناقش اكثر ولا كنحل فمي انا كنحل فمي دابا في فيديو غنمشي وغنسى ونخلي بنادم يهضروا في التعاليق قد ما كنشوف هاد لي فيديو
وكنقرا التعاليق كنكتشف الكميه الامراض العقليين والنفسيين اللي بسيكوبات اللي دايرين بينا، وما ردينش البال انهم بسيكوبات، لان بسيكوبات الواعي المختل العقلي الواعي براسو، المختل العقلي كيمشي يتعالج كيشرب الدواء وكيرتاح وكيدير حل راسو. فردوا بالنا لولادنا وبناتنا وخواتاتنا اللي عندنا شي خوت وشي وليدات، لان العالم عامر بالوحوش اللي كتكربسوا مع الدراري على الدراري والبنات. اما الدوله المغربيه راه سواء مغربي ولا غير مغربي، دابا حنا كون جاتنا النفس لحقاش قالها واحد من بلد اخر، خصوصا داك دول الخليج حنا ما عندناش معاهم بزاف، كلنا جاتنا النفس، ولكن راه خاص الدوله تدخل في هذا الشيء بحال هاد المواضيع، لانه التحريض هذا الشيء تحريض على تقيس حقوق الطفل. راه حقوق الطفل حنا عندنا في المغرب ثاني على حقوق الطفل، الاتفاقيه الدوليه ديال حقوق الطفل، ولكن راه حتى المغربي كاين بعض اشباه الرجال المغاربه اللي كيحتقروا كيما كيحترموش بنات بلادهم، خصوص كيحرشوا على عقلوا على الحوز، كنطلعوا تختاروا البنات. فخاصنا نزيروا البراني، خاص حنا لداخل ما نعطيوش الفرصه للبراني. علاش دابا هذا جو تصر علينا؟ لحقاش كيشوف ولاد البلاد شنو كيقولوا على بنات بلادهم، هي القهويه. وانا كنتاقد مختل عقلي اش كيقولوا على البنات، وليت انا قهويه. فما ادراك اللي فيمينيست اللي بغا خارجين اللي هانيت ولا مولاتي، ها القهويه ها شنطه كيقولوا على البنات، ها العاهرات، الكلام ولاد الناس كيقولوا في التعليق البنات بلادهم. فما غيشوفوا بنادم جاي من بلاد اخرى يشوفوا هادشي اللي كيقولوا البلد على بنت بلادو، اللي غالبا حقاش ما اللي كيقولوا اللي ما وصلش الخوق كيقول حامض، فغايش تصر علينا البراني. هذا راه بيدو الدوله كتحمل المسؤوليه، حليناها بزاف البراني، واللي جا كيحل طيطو علينا. يلا ها هو شوف قهويه شنطه، يلا عطيهم الدل دابا الشيء ها اللي كنهضروا عليهم ما يكونوا عطاوه. فينا هما النسويات المتحررات المستقلات، ها هما، ها هي النسويه كتهضر معاك، ها هي نسويه كتهضر معاك كتقول لك هادشي غير مقبول. نضرب من هاد ناحيه البويضات، فراسك راه ملي ماشي من كتولد ولكن من الطفوله المراه كتكون عندها الملايين ديال البويضات. ملي البنت الطفله قبل من لا ريغل كيكون عندها بزاف البويضات، ما عرفتش قبل ولا من مورا باش ما نغلطش، ولكن البويضات كتكون عندنا في الطفوله كيكون عندنا بزاف، وكل مره كل لا ريغل هذا كينقصوا. شنو غتجوجوها 5 سنين على قبل البويضات، دا كان هو الارغيمون، غتجوج بها على 10 سنين. والسبرماتويدز راه البيضه بلا تلقيح ما لا يقال والو، والكاليتي ديال ولا الجين اللي كيكون صحي عنده علاقه بالسبرماتويد. راه قد ما شرفتي تنتا، قد ما كانت عندك عادات سيئه كتكمي كتاكل بطريقه خايبه، طبوزي بوكرش بحال هادشي شيباني ما كديرش الرياضه، السبرماتويد ديالك ما كيكونش كاليتي زوينه، فما غاديش تكون عندك ولد صحي. ماشي غير البويضات، راه كذبوا عليه. علاش كنقول انا الشايب وهذا هذاك عصر الجاهليه ديال المراه الكاليتي ديال البويضه ديالها هي اللي مهمه. البويضه ديال المراه قد ما كتكبر المراه كتنقص البويضات عندها، يعني الفيرتيليتي كتنقص، يعني الامكانيه انها اصلا تنزل البويضه باش تخصب ما كاينش. اما في الراجل المشكل الاسوأ هو داك الماده اللي كتخصب وكيفاش الكاليتي ديالها، واش لايقه، واش في المستوى. راه تنسى كيف ما من حق الراجل، من حقك تزوج بامراه في في العشرينات 25 24، من حقك باش يكون عندها بويضات كتار وكاليتي مزوينه. ولكن انت المراه من حقها تختار شاب عنده سبرماتويز حتى هو كاليتي زوينه، ما يكميش ما يشربش، ما يديرش مخدرات، ياكل صحي. انا كنقول الراجل خاصك تجوج بنت شريفه عفيفه، والبنت الشريفه العفيفه عندك ثم عندك تقاولبي تجوجي به غير شريف وعفيف عندك. انا بالنسبه لي كل واحد خاصو يتزوج بنفس الاكسبيريونس ديالو. مطلقه تزوجي بمطلق، عمرك ما درتي علاقه حميميه تزوجي براجل لما عمر ما دار علاقه حميميه، والعكس انت راجل عمرك ما درت علاقه حميميه تزوج بنت ما عندهاش سوابق. جوج شارفه صغير باش كنكون عندنا نفس ماشي حتى واحد كيتروماتيزي الاخر. حنا لا واحد المجتمع ديال البنت ما خاصها عمرها ما تكون شافت والو، والراجل يكون مبلبلها ماشي مشكل الذكر، لان الراجل راه كيحافظ على الشرف ديالو حتى هو. المهم الدراري
موضوع كبير، البوليس خدمتكم ان شاء الله نسمعوا اخبارهم وصافي. ما عرفتش في هذا الفيديو باش ما نطولش الفيديو اكثر ديال اليوتيوب، انا غنقرا الشاط باش نديباتي معاكم. فاتاش قالت ليه خلي الهضره شي حاجه اللي قالت شي حاجه مهمه من بعد راهي يحطها في الفيديو. ما بغيتش نطول في هذا الموضوع الدراري ديال اليوتيوب والبنات، سمحوا لي ما تسمحوش ليا لا تخشعت شويه بزاف، لان المواضيع انا فريمون كيغليو لي دمي، كيفقسوني، كيعصبوني. خليو الراي ديالكم في التعليق بالادب والاحترام، واخا انا نشعل نتوما غاديو بالادب والاحترام. متنساوش تخليو لايك وسبسكرايب داكشي، انا كنسى ما نولفاش. وباش الا بغيتو تعاودوا تشوفوا الكونتنت والاراء والافكار والمواضيع، انا كنحاول نلخص لكم المواضيع اللي طارين، وفي نفس الوقت نعطي الراي ديالي، القناعات ديالي، انا شنو كنفكر شنو كنامن. وممكن نغلط، الانسان كيتعلم الافكار ديالو والغلط ديالو. وبغيتو تناقشوا معنا دابا خلونا التعليق كيف قلت في لي كومونتير. مي الا بغيتو تبقاو تجيو وتهضروا معنا لايف في تويتش، اجيو مرحبا بكم في تويتش ونبقاو نهضروا لايف في اي موضوع. ثانك يو، باي.